السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الوصفه اللي شاركت معكم ديال حريشات ديال الفران كيجيو رائعين ومنسمين بالمذاق ديال البرتقال. نبدا معكم في المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي حبه ديال البيض، وعندي كاس ديال السكر بالعبار بكاس عنبه، وعندي القشور ديال البرتقال، 2 برتقالات محكوكين. وكنخلط هاد الخليط غير هاد السكر مع البيض غير بالفوي او الخلاط اليدوي كما شفتوا معايا. كنخلط مزيان على ما كيندمج هاد الخليط هذا، وكنضيف واحد كيس ديال السكر فاني. كتنسمو باش ما بغيتو بالقشور ديال الليمون ولا بالقشور ديال البرتقال ولا بالعصير ديال البرتقال. المهم كل واحد باش كينسم وعلى حسب الرغبه ديال كل واحد. كنضيف هنايا كاس عامر ديال الزيت، كنمشيو بالعبار ديال كاس عنبه، وكنخلط الخليط مزيان مزيان. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي واحد علبه ديال الياغورت طبيعي مسوس، وكنخلط الخليط مزيان كما كتشوفوا حتى كيتخلط حتى كيندمج مزيان. وانا كنضيف المقادير شويه بشويه. عندي هنايا كاس ونص ديال الحليب يكون غير بحراره الغرفه، بلا ما نسخنوه وبلا ما يخصوش يكون بارد من الثلاجه. صافي كنخلط داك الحليب مع الخليط مزيان. عندي هنايا كاس عنبه تا هو ديال الكوك يكون نوعيه جيده، هذاك اللي كيكون ميدم كتحكوه بين يديكم كيطلق الزيت. به كنخدمو باش كيجيو الحريشات معلكين مزيونين. صافي وكنضيفوا السميده شويه بشويه. عندي السميده هنايا 700 غرام ديال السميده، كنضيفوا شويه بشويه باش ما كتجيناش قاصحه الحريشات ديالنا يجيو قاصحين. وانا كنخدم بهذا الفوي حتى يتقال شويه الخليط. صافي انا ضفت ديك 700 غرام كامله، جاتني هي هذيك مع ديك كاس ونص ديال الحليب وداك الياغورت. صافي دابا الخليط راه هو هذاك، وكنضيف 2 اكياس ديال الخميره من فئه 14 غرام، وكنخلط غير بالمعلقه. دابا كنحيد الفوي لحقاش الخليط راه دابا ثقال شويه. وهذا هو القوام ديال الحريشات كيفاش خصو يكون. ما خصوش يكون جاري بزاف وما خصوش يكون قاصحين بزاف. هذا هو. هانتوما على ما كيبداو كيتلموا لنا الحريشات. صافي انا خليتها ارتاحت غير واحد 5 ديال الدقائق، غطيتها ببلاستيكه وخليتها ترتاح ديك العجينه. ومن بعد كنرجع باش نكور الحريشات ديالي. عندي هنايا السميده غير هذه باش عجنت باش درنا الحريشات. السميده اللي كنديروا بها على عادي الحريشات. وعندي هنايا شويه ديال الماء الزهر، تقدروا ديروا غير الماء باش كنفزكوا يدينا باش ما كتلصقناش العجينه في اليد ديالنا. صافي وكنبداو نمرغوا الحريشات ديالنا في هذا الكوك والسميده، هذا الخليط اللي ضفتو ديال السميده والكوك. صافي كنكور الحريشات ديالي وكندرج عليه شويه ديال داك الكوك والسميده، وكنستف الطاوه اللي مفرشه لها هاد الورق ديال الفرن، وكنستفو حبه حدا حبه كنبعدوهم شويه. والقياس كديروهم كبار اولا صغار. انا ديك الطاوه اللي شفتو معايا راني ديتها للفران. دابا هذه الطاوه وحده اخرى. المهم كنديوهم للفران، كنديروهم من التحت والنار خصها تكون من الفوق حتى كيتشقوا كيتحمروا شويه، ومن بعد كنطلعوهم من الفوق. النار تبقى من التحت باش كيتحمروا من التحت. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات. هانتوما كيفاش كيجيو كيذوبوا في اليد قبل الفم، كيجيو رائعين فتيين وكيجيو خفاف، يجيو زوينين لقهوه العشيه او الصباح. هانتوما كما كتشوفوا الفيديو راه موضح، كيجيو فتيين كيذوبوا. كنتمنى الحريشات يعجبوكم، كيجيو رائعين ومنسمين. داك المذاق ديال البرتقال كيعطيهم واحد المذاق رائع. ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد بالصحه والراحه.